قريت قصة عجبتني جدا وحبيت أشارككم معايا فيها، وهنتعلم منها حاجة جميلة جدا هتفرق في حياتنا خالص. أتمنى تسمعوا الفيديو للآخر وتعرفوا الهدف من القصة دي ايه هي، وتعرفوا ازاي هتغير حياتكم وهتحسوا ان انتوا بقيتوا اتولدتوا من جديد. القصة بتقول ان كان في نسر. احنا عارفين ان النسر بيكون قوي ودايما بيحلق فوق جدا، يعني بيرتفع جدا وهو بيطير. وكان النسر ده من النوع النسور القوية اللي ما بتخافش نهائي ولا من ريح ولا بتخاف من اي حاجة. في يوم من الايام هبت ريح وعاصفة شديدة جدا، فوجع النسر ده وهو بيطير اصطدم بصخرة ما كانش شايفها، فراح اصطدم بيها ووجع في الارض وجناحه اتكسر. اول ما جناحه اتكسر ابتدى النسر ده يحزن على نفسه، وقبل ما تدمع عينيه قلبه هو اللي كان بينزف، وكان حزين على نفسه. ازاي انا النسر القوي اللي كل النسور بتقول ان انا قوي جدا، ازاي اقع، ازاي جناحي يتكسر، ازاي مش هعرف اطير تاني. وابتدى يحزن على نفسه جدا. في وقت الحزن والضعف ده هو افتكر ان حياته انتهت، ان ما بقاش فيه اي حاجة تاني يعيش عشانها. في وسط ده كله سمع صوت بيقول له ما تخافش، انا هرفرف فوقيك وهحملك على جناحاتي، بس انت تكون عايز انك انت تشفى وتطير وانا هساعدك. فحس كده بطاقة وبأمل جواه ان ايه ده انا ممكن حياتي تتغير، هو انا ممكن ارجع تاني قوي زي ما كنت في البداية، وكون النسر القوي اللي ما بيخافش من اي ريح او من اي حاجة. ده اللي حصل بالظبط مع داود النبي زمان. داود النبي كان ملك، كان شاعر، كان مقاتل قوي جدا، وبالرغم من كده وقع في قضية الزنا والقتل. ابتدى داود يحزن على نفسه ويصرخ لربنا ويقول له ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رحمتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي. ابتدى يطلب من ربنا يقول له قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله. المزمور 51. ربنا في الوقت ده سمع له وسامحه وغفر له كل خطاياه، لدرجة ان ربنا قال عنه اني ملقتش انضف من قلب داود قلبه مثل قلب الله. ده اللي حصل كمان مع بطرس الجميل اللي بيحب ربنا، اللي كان زي النسر في وسط التلاميذ، وقال لربنا انا مستحيل انكرك. في لحظة ضعف انكر يسوع 3 مرات، مش مرة ولا 2، انكر يسوع 3 مرات. لما رجع لربنا، ربنا بيقول له أتحبني؟ قال له طبعا يا رب أنا بحبك. قال له ارعى خرافي. وبقى بطرس حجر أساسي في الكنيسة الجديدة. وده كمان حصل مع المرأة الزانية، جابوها وكانوا عايزين يرجموها في وسط الناس كلها، وكانوا عايزين يحاسبوها في وسط الناس كلها. بالرغم من كده يسوع دافع عنها، وابتدى يكتب خطايا كل واحد على الارض بحجر، كل واحد يبص لخطيته ويرجع لورا. في اللحظة دي قال لها في حد دانك؟ قالت له لا. قال لها ولا انا ايضا ادينك. ورجعت فرحانة ومغفور لها خطاياها. احنا النهاردة زي النسر بالظبط، بتيجي علينا اوقات ضعف كتير، ممكن نقع في الخطية، ممكن يجينا احساس ان احنا فقدنا الامل، فقدنا كل شيء، عندنا احساس ان احنا ربنا مستحيل هيساعدنا، مستحيل هيغفر لنا خطايتنا، احنا ازاي وقعنا في الخطية دي، احنا كده الدنيا انتهت بالنسبة لنا. بس ربنا النهاردة بيقول لنا لم آتي لأدعو أبرارا إلى التوبة بل الخطاة. ربنا مش بيدعي الأبرار للتوبة، ربنا بيدعي كل خاطئ النهاردة، بيقول له تعالى توب وأنا هغفر لك.